تدمير التليفونات عبر مواقع التواصل كيجيب تدمير ديالك من الداخل. اللي بغيت نقول هو ان الهرمونات ديال الانسان اللي كيخصهم يتحفزوا بطريقه عاديه كيوليو يتهيجوا بشكل مستمر بملهيات اللي كيبقاو يطلعوا لك. ومن اهم هاد الهرمونات هو هرمون الدوبامين. هاد الهرمون هو اللي مسؤول على السعاده والمتعه ديال الانسان، وعنده علاقه بانستنت جراتيفيكيشن اللي هي المتعه الانيه. نعطيك مثال، فاش كتكون كتفرج في الفرقه اللي كتعجبك واللي كتشجعها وديك الفرقه كتربح، كتحس بواحد النشاط في البلاصه كتنشط، هنا كتكون فرزتي الدوبامين، داكشي باش نشطي. او لا فاش كتكون كتلعب شي لعبه وكتوصل للسطاج الاخر وتتقاتل مع الوحش وكتساليها وكتحس براسك درتي انجاز، هنا كتكون عاوتاني فرزتي الدوبامين. ولا جينا وسقطنا هاد الاحساس اللي كتحس به من بعد هاد الانجازات الصغيره على تيك توك وانستغرام، فراه فاش كتبقى تفرج في فيديوهات راه عقلك كيعتبر ديك العمليه ديال الطليع والنزيل والمشاعر اللي كيدخلوا ليه بحال ما عرفت شنو كدير، وكيبدا يولفها، والجسم ديالك كيبقى يفرز الدوبامين حين تعتبرها واحد المقابل للمجهودات السهله ديالك اللي هما طلع ونزل. المشكل في هذا الشيء هو داك الاشباع الفوري اللي هو قلنا عليه instant gratification اللي جبتيه من بلاصه سهله بزاف. شنو غيوقع؟ هو غتولي مدمن بحال شي واحد مدمن على شي مخدر، وعقلك غيولي ديما كيقلب عليه في دوك الامور السهله، ونهار غتبغي تخدم كتعرف باللي ما غتحسش براسك بطل في البلاصه، انت عرفتي انك خصك دير مجهود وتخدم مزيان عاد غتشوف النتائج. داكشي اللي كيخليك نهار على نهار دوز وقت اكثر في تليفونك واي حاجه كتلهيك، وكيوليو يجوك الحوايج اللي طبيعيه واللي عارفه غتنفعك صعيبه وممله بزاف، بحال مثلا تصلي، تنوض تريني، تمشى، تخرج تضربك الشمس او لا تقرا. الحل بالنسبه ليا هو تفورماتي راسك وتحاول ترجع بعقلك للاعدادات الاوليه ديالو، وتقلب على دوبامين طبيعي، تبعد شويه بشويه على السوشيال ميديا اي مواقع التواصل الاجتماعي. حاول تحدد لراسك وقيته اللي ما تفوتهاش فيهم، وبدا غير شويه بشويه باش ما تستسلمش وما يجيكش داكشي كبير عليك بزاف. زير راسك وكون منضبط واحترم الحدود اللي حطيتها لراسك. زير راسك على صلاتك في وقتها، تنعس في الوقت، زير راسك تقرا، زير راسك تعرف الاولويات ديالك في الحياه وتبدل الافضل، تقرب من الخالق ديالك، تريني، خرج للشمس، صل الرحم ديالك، دير الخير في الناس. هكا غيوليو عندك اهداف يوميه اللي كتحققها كل نهار، وثق بيا عقلك غيرجع يلقى فيها واحد الحلاوه حسن بزاف من قبل، حيت هادو هما الانجازات ديال بصح اللي خصك انت تخدم عليهم. اخي اختي، كنعيشوا في واحد العصر ديستراكشن فيه ولات بزاف، ولا صعيب انك تركز في شي حاجه بلا ما يتشتت الانتباه ديالك، وهذا الشيء راجع لبزاف د الحوايج منهم التليفونات. وكما قلت في الاول، العلاقه ديالنا مع التليفونات في غالب الاحيان كتكون مسمومه، ولكن راه عندك الاختيار تلقى علاقه سليمه وعندها حدود. ديروا في بالكم باللي حياه انسان تابع هوى النفس كتكون حياه ممله حزينه ومتعبه، وكتجيب الملاها غير الكسل وبزاف الاحباط وخيبه الامل. فصيروا ريوسكم وعمروا قلوبكم باليقين بالله، وديما اسألوا الله تعالى الثبات ويرد بكم للطريق الصحيح، حيت الطريق اللي عامره يقين وتوكل على الله تعالى غتوصلك ان شاء الله لبلايص زوينين. كان معكم اخوكم، وما تنسوش الحياة خاصك تكون تريكي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. السلام عليكم.